ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. البقاء لله في وفاة ناس كتير اتضررت من الزلازل في تركيا وسوريا. انا هتكلم عن اكتر البلاد اللي بيحصل فيها الموضوع ده. نعرف الاول ليه بيحصل الزلزال. في اسباب كتير. في زلزال بيحصل بسبب البراكين او بسبب ان الصفائح التكتونية اللي موجودة تحت الارض بتحتك ببعضها، فبتظهر طاقة على شكل زلزال. أحيانا نتيجة انفجارات نووية، يعني بعد ما يعملوا التجارب النووية بيحصل الموضوع ده. أحيانا صخور بتنزل من جبال أو بيحصل أمطار غزيرة بتسبب انهيارات أرضية. كمان التعدين وبين السدود أو إنهم ينقبوا على الغاز والبترول، فبيحصل زلازل هنا، ودي بتكون أخطر الزلازل. إزاي بيسجلوه؟ عن طريق أجهزة قياس الزلزال، بتسجل الاهتزازات على شكل بيانات بتحلل فين حصل وحجمه. نيجي لأهم الدول اللي بيحصل فيها هزات أرضية. الدولة رقم 1 الصين، في المركز الأول. حصل فيها أكبر عدد، حوالي 157 زلزال من سنة 1900 لحد 2016، وده أكبر عدد في العالم. دايما بيحصل في المنطقة الجنوبية الغربية لأنها مليانة تضاريس جبلية وما فيهاش سكان كتير. رقم 2 اليابان. اليابان ليها تاريخ طويل، اتعرضت لأكبر كارثة عالمية طبيعية ضربت مدينة فوكوشيما وتسونامي، مات فيهم حوالي 18537 شخص. سنة 1975 في مدينة أوساكا كوبي حصل زلزال هانشن العظيم اللي قتل 6000 واحد. احتاجوا 100 مليار دولار علشان يبنوا المدينتين دول تاني. رقم 3 إندونيسيا. ما بين سنة 1900 لحد 2016 حصل فيها 113 زلزال عشان موقعها الجغرافي. حركة الصفائح التكتونية بتتسبب في حركة البراكين البحرية والسطحية. رقم 4 إيران. إيران في منطقة نشطة برضو. ما بين سنة 1900 وسنة 2016 حصل فيها 106 زلزال. مكانها موجود عند ملتقى الصفائح التكتونية الأوراسية العربية. في حاجة اسمها المنطقة الزلزالية، موجودة في معظم أنحاء إيران بمساحة 1600 كيلومتر وعرض 400 كيلومتر. عند إيران مناطق كسر كتير بتخليها عرضة للموضوع ده. رقم 5 والأخيرة تركيا. تركيا سجلت 33 ألف زلزال في سنة 2020، من ضمنهم 322 زلزال فوق الأربعة ريختر. مع كل ده تركيا مش بتاخد احتياطاتها زي الدول المتقدمة زي اليابان مثلا. في النهاية، ربنا يحفظ البشر كلهم من أي خطر. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة. السلام.